أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مرة تانية. طبعا الذهب الآن على الشاشة 4068 دولار زي ما احنا شايفين دلوقتي. أونصة الذهب عالميا كمان كانت بتتراجع ل 4009 دولار، وكان التوقع بتاعنا طبعا امبارح إن هو احتمال يبتدي يكسر منطقة الدعم الرئيسية 4000 دولار، علشان هنبتدي نشوفه بقى خلال الأسبوع اللي جاي ممكن يسجل مناطق تحت ال 4000 كمان. وبآخر متابعة كده للاتجاه بتاع السهم عالميا، طبعا احنا شفنا نزول من عند منطقة كسرت حاجز ال 4220 دولار، بعد كده نزل تحت ال 4200. يعني التراجعات اللي احنا شفناها دي كان جاي منين؟ كان جاي من المناطق طبعا كانت أول حاجة عند ال 4000 دولار وتحت كمان ال 4000 دولار. إذا هو دلوقتي مش بيختبر المناطق اللي فوق أو الاتجاه الصاعد، يعني لا، ده بيختبر المبيع وبيختبر النزول والتصحيح. الكلام ده يجي بقى معانا هنا النهارده علشان يبين لنا اللي احنا كنا بنقوله امبارح. ناس كتير امبارح قالت لا، ده الاتجاه بتاع الدهب عمره ما هينزل تحت ولا هيكسر منطقة ال 4000 دولار وكل هذا الكلام. النهارده طبعا بنشوف الاخبار بتاعه الفدرالي الامريكي وبنشوف الاحداث يعني، وبنشوف التقارير اللي جايه كلها بتتكلم على انه الفدرالي الامريكي النهارده على مؤشر متابعه اسعار الفايده بيقول انه قد يتوقع ان الفدرالي قد يتاخر الشهر اللي جاي ده، ان هو ما يعلنش تخفيض الفايده، ممكن يخفض في شهر واحد اللي جاي. طيب كلام زي ده خطير جدا، معناه بمنتهى البساطه كل ما هيتاخر الفدرالي في اعلان تخفيض الفايدة، الكلام ده هينعكس على طول على أسعار الذهب. هيبتدي الذهب يثبت عند نفس المستويات، ثبات الذهب عند نفس المستويات لمسافة مثلا أو مساحة زمنية مش هتتجاوز معاك في الوقت الحالي مثلا أسبوعين أو أكتر. هيبتدي بعد كده يحصل عندك إيه؟ هيبتدي عندك يحصل مبيع من المستثمر وتخارج. مبيع وتخارج المستثمر اللي بيستعجل المكسب أو بيستعجل تحقيق الأرباح هيؤدي في النهاية لتراجعات لأسعار الذهب. وهو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله الأسبوع اللي فات، وهو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله لحد امبارح، وما زلنا ما غيرناش وجهة نظرنا. يعني الذهب كده كده هيسجل نزول. طيب تعالى كده نبص برضو على الشاشة بتاعت الأخبار عشان نشوف ونربط ما بين التوقع بتاعنا والسيناريو اللي احنا شايفينه والاستراتيجية اللي احنا هنحاول نطبقها والأخبار اللي احنا بنشوفها. أول خبر معانا: الذهب ينخفض، وده طبعا من على منصة رويترز، إلى أدنى مستوى منذ أسبوع مع تراجع توقعات الفايدة الأمريكية. انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وأدى تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفايدة الشهر المقبل إلى تراجع الطلب قبيل صدور المتأخر لبيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4039 دولار للأونصة بحلول الساعة 12 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 10 نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة. انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول إلى 4039 دولار للأونصة. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي اس يستبعد المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد المزيد من التعليقات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأضاف: أتوقع أن تلامس أسعار الذهب مستوياتها الدنيا قريبا، إذ ما زلت أرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة عدة مرات خلال الأربعة المقبلة، ولا يزال توجه البنوك المركزية نحو تنويع استثماراتها في الذهب قويا. طبعا وبمتابعة خريطة حرارة الأسهم، فهنلاقي إن النهاردة في عندنا برضو تراجع جديد بيحصل في البورصة الأمريكية على المدى اليومي، تراجعات كبرى بسبب هنا قرار برضو أو يعني الضبابية بشأن الجزئية بتاعة تخفيض الفايدة من الفيدرالي الأمريكي. احنا اتفقنا على إنه كل ما الفيدرالي الأمريكي هيبتعد الميعاد اللي جاي بتاع تخفيض الفايدة، هذا الكلام لابد ان هو هينعكس على القطاع المصرفي. هينعكس على القطاع المصرفي ازاي؟ ينعكس على القطاع المصرفي في تراجع السيولة المتدفقة للقطاع المصرفي، نقص السيولة في القطاع المصرفي. انا برضو لازم تكون الصورة او الدايرة كلها امام المستمع تكون واضحة. نقص سيولة القطاع المصرفي معناه انه الافراد لما هيتجهوا الى البنوك عشان يسحبوا هنا سيولة او يوجدوا مبالغ، خاصة في الاوقات اللي احنا فيها، مع العنصر الاخر اللي هو بتاع تراجع قوة الدولار، يبقى الكلام ده معناه ايه؟ احنا بندمج كل الحاجات دي او الاحداث دي كلها مع بعضها، في النهاية هيؤدي الى زيادة الطلب اكتر على السيولة في القطاع المصرفي، علشان
الافراد بيتجهوا في موسم استهلاكي زي ما قلنا لتنفيذ عمليات استهلاكيه في الاساس، عمليات شراء يعني اللي هي بتاعه الاعياد، يعني في شهر 11 وفي شهر 12 المعتاده اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي بتحصل كل سنه. طيب هذا الكلام ايه علاقته بالاسهم بتاعه البورصه؟ نفس الكلام بالنسبه للاسهم بتاعه البورصه، ما هو اسهم البورصه دي عباره عن استثمارات وعباره عن فوائد لدى الافراد فبيبتدوا يضخوها في البورصه. لما بيبتدي عندي كده الجو العام بيبين انه في نقص سيوله او في حركه في الاتجاه المعاكس، وان هناك نقص للسيوله في الاسواق، فطبيعي هنا المستثمر يبتدي يقلق، يبتدي ياخد الخطوه الاولى، لانه ما يضمنش لو هو استنى في هذه الحاله اللي هياخد الخطوه ويبتدي يسحب استثماره من الاسهم، ممكن ينزل المستويات بتاعه الاسهم، يخلي الاسهم دي تهبط بصوره عنيفه. في هذه الحاله لو هو قرر ان هو يطلع، عشان كده هنا احنا بنقول انه الضبابيه في الرؤيه هنا ما بتبقاش كويسه، عشان كده بنقول ان المستثمر هنا واعي وذكي، بيبتدي ياخد الخطوه على طول. اول لما يبتدي يشوف القرار بتاع الفيدرالي يقول لك لا خلاص هنا ستوب، انا هنا ابتدي ان انا اتحرك، ابتدي ان انا اطلع استثماراتي من البورصه. وده اللي احنا بنشوفه النهارده برضو، دي التوابع على طول اللي احنا شايفينها على الشاشه دي لما حصل الايه 500 شركه، طبعا دول اللي هم اكبر 500 شركه في الولايات المتحده، S&P 500 ده المؤشر العام بتاع البورصه الامريكيه، كلها بتتجه النهارده لتخفيض السيوله المتدفقه، ونظره بتبتدي تبان برضو من المستثمرين لايه، ناخذ خطوه الى الخلف علشان القادم بالنسبه للسيوله الدولاريه المتوفره في الاسواق ما تاثرش على استثماراتنا. لو جينا برضو بصينا على الشاشه بتاعه العملات الرقميه والمشفره هنلاقي البيتكوين ما زال بيواصل مسلسل التراجع، 91,000 دولار للوحده على الشاشه بعد ما رجعنا من 125,000 دولار للوحده. يبقى الان البيتكوين زي الكلام ده انا قلته قبل كده، الشيء الوحيد اللي بيميز البيتكوين عن الدولار هو ان البيتكوين لا يتم زيادة المطبوع منه او المعروض منه. البيتكوين مفيش حد بيطبعه، هو عبارة عن عملة موجودة على السيستم او موجودة على الخوادم بتاعة بيتكوين، وبيتم تداولها عدد محدود من الوحدات، لا بقى في فيدرالي بيطبعها ولا في اي حاجة، زيه زي الذهب. يعني هو بيشترك مع الذهب في هذه النقطة تحديدا، انه ما ينفعش ان انت تزود المعروض من البيتكوين الا عبر ايه، الا عبر حاجة بتسمى التعدين، له طريقة معينة كده، فبالتالي محدود جدا ان انت تطبع او ان انت تزود المعروض بتاع البيتكوين، دي حاجة صعبة جدا. بالنسبة للذهب لا، الذهب انت عشان تنجم بقى وتفتح مناجم جديدة وتستخرج وتنقي كل هذا الكلام، هي دي درجة صعوبته بالنسبة للذهب، بالنسبة للفضة، بالنسبة للبيتكوين اللي هو يعني الذهب الإلكتروني زي ما البعض بيسميه. تعال بقى الناحية التانية الدولار، لا الدولار البنك الفيدرالي على طول رايح يخفض فايدة بيطبع دولار، رايح بيرفع فايدة بيطبع دولار، سندات خزانة بيخش لها مستثمرين بيطبع دولار، بيرفع سقف الدين الأمريكي فبيطبع دولار. أهم حاجة لدى الحكومة الأمريكية ولدى الفيدرالي الأمريكي أن يظل المعروض من الدولار متوافر، سواء بقى عبر الطباعة سواء عبر الاقتراض، كل هذا الكلام في النهاية هو بيحافظ كحكومة أمريكية على الحد الأدنى من السيولة الدولارية المتوفرة معاه علشان يقدر إن هو يسير أداء أو وظائف الحكومة. الناحية التانية طبعا الكلام ده معناه ارتفاع جديد بقى للدين الأمريكي، ارتفاع الدين الأمريكي طبعا بعد لما الكونجرس رفع السقف بتاع الدين الأمريكي، يبقى احنا بنقول تراجعات على المدى القصير للذهب بناء على التخبط الآن في خفض الفايدة الأمريكية، أو يعني تأجيل موضوع خفض الفايدة الأمريكية أو عدم حسم هذا الكلام. على الناحية التانية لما هتيجي تشوف المستثمر عالميا بياخد خطوة للوراء زي ما قلنا علشان يبتدي هنا يحاول يحافظ على السيولة قدر المستطاع ان هي تبقى متوفرة معاه. يعني ما زلنا بنتوقع للذهب هيبتدي يسجل تراجعات جديدة نحو المنطقة 3920 أو 3930، وده التوقع بتاعنا. لحد هنا طبعا احنا نكون خلصنا هذا الفيديو وهذا التحديث. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس عشان تقدروا تتابعوا معانا كافة التحديثات. شكرا لحضراتكم جميعا على حسن المتابعة، وانتظرونا في الفيديو القادم.